هل تذكرون قصة الفنان العراقي عبد الأمير العماري الذي تم قتله أمام زوجته؟ ذلك الصوت الذي خرج من أعماق الجنوب العراقي ليصل إلى قلوب الملايين، ويصبح واحدا من أشهر مطربي اللون الريفي والمواويل الحزينة التي لامست مشاعر الناس لعقود طويلة. لكن نهاية عبد الأمير العماري كانت صادمة ومؤلمة، إذ رحل في حادثة مأساوية هزت الوسط الفني ومحبيه، وتحولت قصته إلى حديث الناس لسنوات طويلة. فالرجل الذي غنى للحب والوفاء والحزن وجد نفسه ضحية جريمة أنهت حياته بشكل مفجع، ورغم رحيله المأساوي بقي صوته حيا في ذاكرة عشاق الفن العراقي الأصيل، وما زال كثيرون يستذكرون أعماله كلما ذكرت الأغنية الريفية العراقية، لأن الفنان قد يرحل بجسده، لكن فنه يبقى شاهدا على موهبته وحضوره الذي لا ينسى. من يا هيل الغاد القلب يا خلان يا هيل بعمره وبالعقل ثاري.